الحمد لله على كل حال، ومشكورين للجميع. يعني الأمانة الفريق كان يعيش فترة جدا سيئة في الثلاث أربع أيام اللي طافت، وحالة نفسية جدا سيئة للجميع في النادي. يعني ما كان الوضع يعني صحي. الحمد لله بفضل رب العالمين وبجهد الجميع من رئيس النادي لأصغر واحد في النادي. الكل ساهم انه يعني ينقل اللاعبين من حالة نفسية إلى حالة نفسية. قدموا فيها اليوم مباراة كبيرة مميزة، كانوا الأحق في الفوز، كانوا يعني المسيطرين طول المباراة في الاستحواذ على الكرة، كانوا الأخطر على المرمى، كانوا المبادرين في التسجيل، حققوا الفوز. يعني الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله. هذا كلام طبعا أنا دائما أتكلم عنه وكلام مرفوض نهائيا. احنا منظومة كاملة تشتغل في نادي القادسية، مو المدرب ولا مساعد ندى. مدرب جهاز فني يمكن اليوم موجود باكر مو موجود، مساعد ندى جهاز إداري ممكن اليوم موجود باكر يكون شخص ثاني غيره موجود له. اللي يعمل لابد يعمل إخلاص، يعمل بإخلاص ويعمل يعني بقيمة نادي القادسية. لازم انت تعرف لما تكون في نادي القادسية فانت في مكان كبير، لابد انك تعطي كل ما عندك سواء مساعد ندى موجود ولا غيره. والحمد لله بفضل رب العالمين هذا مجهود الجميع، من رئيس النادي للجهاز الاداري للجهاز الفني لاخوان اللاعبين، الكل ساهم بان يظهر القادسية في الفترة الأخيرة بالصورة هذه. وان شاء الله احنا يعني نعمل للمرحلة الجاية وللسنوات القادمة. والله تكلمت انا عن النقطة هذه قبل شوي. يعني أنا بالنسبة لي يعني ما شفت صف ثاني للأمانة. جميع اللاعبين اللي شاركوا في مباراة الدوري متواجدين اليوم في مباراة اليوم. الجميع شارك، سواء يعني شاركته من البداية أو حافظت على لياقته أو شاركته بالشوط الثاني، فإذا كل اللاعبين شاركوا. طبعا هذا ما يقلل من قيمة النادي العربي. أنا أحترم فنيلة نادي العربي وأحترم شعار نادي العربي، منو ما كان لاعب لابسها فهي قيمة كبيرة واسم كبير بالكرة الكويتية، لها كل الاحترام والتقدير. إذا هم عندهم صف ثاني، أنا بالنسبة لي بالقادسية ما عندي صف ثاني. أنا عندي لاعبيني كلهم أثق فيهم، كلهم صف أول وكلهم نجوم لاعبين، ما عندي لا صف أول ولا صف ثاني. والله قاعد أتكلم عن أسماء كبيرة يعني بالنسبة للنادي العربي وبالنسبة لنادي الكويت، نادي القادسية، جميع الأندية يعني أسامي كبيرة في الكرة الكويتية، فلها كل الاحترام والتقدير. الحمد لله اليوم نفرح إن شاء الله، من بكرة نبدأ نشتغل إن شاء الله ونجهز الفريق للنهاية أمام نادي الكويت.